حلو قوي ممكن ينمي مهارات ولادنا في مجال الاكتساب الذهني. وطبعا في شخصيه كده مصريه جميله قوي عملت سبوت اعلامي وتدريبي رائع على الاكتساب الذهني كام شهر اللي دول، واسس حاجه اسمه المنتدى الدولي للاكتساب الذهني. وبدا جوه الاكتساب الذهني يتطرقوا ازاي الاكتساب الذهني او بالك كده اليوسي ماس والدي ماس والحاجات اللي فيها ماس دي كلها يبدا يلعب زاويه الحاجات البسيطه. نسمع تعليق كبير قوي صديقي واخويا الكبير الدكتور عزت حسن هيتكلم على وضع الاكتساب الذهني وازاي بقى نستغله زي الناس اللي استغلتنا النهارده كتير قوي في دعم ولادنا. هو ابتدي واسعدتني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ما كنتش متخيل اللقاء بالشكل ده. طبعا انا يعني للاسف من النوع اللي بيتاثر جدا، ويعني ايه لما بشوف حاجه زي كده ببقى يعني ايه انا قضيت اسبوع كده. هو سعيد طبعا جدا ان كنت في اللقاء ده، بس يعني حاسس بحاجه صعبه جدا. يعني انا سعيد ان انا اكون بين ولادنا وشبابنا الجمال دول، واول مره اشوف النماذج الجميله ديت اللي موجوده، وان نفسنا بجد يعني يبقى في تسليط الضوء على الفئه بتاعتنا دي، وان الاعلام يهتم جدا ويكون يعني داعم لهذه الفئه من اولادنا. احنا طبعا الاكتساب الذهني عامه هو حاجه جديده كده تنميه الذكاء المتعدده والمهارات الرياضيه عند اولادنا ده بشكل عام. طبعا هو مجال جديد، هو زي منهج موازي للتدريس العالي والتقليدي. طبعا بينمي القدرات الرياضيه لاولادنا ويساعدهم ان هم يتطوروا في مجال الاكتساب الذهني. لكن انا مش هتكلم عن مجالنا، انا استشاري تدريب، ويعني مؤخرا دخلت مجال الاكتساب الذهني. لكن عندنا نماذج رائعه من المدربين اللي قدروا يسخروا او يستخدموا الاكتساب الذهني للقدرات الخاصه. وده مهم جدا ان احنا كل مجال من مجالات التعليم ان احنا ندي فرصه لاولادنا يعني ذوي القدرات الخاصه ان هم يدخلوا في هذا المجال. فانا مش هاخد كلمه طويله، لكن حابب ادي الكلمه لزميلتي الدكتوره صفاء، هي اللي يعني تعاملت مع الاكتساب الذهني مع ذوي القدرات الخاصه، وهي اللي طوعت مجال الاكتساب الذهني انها تقدر تدرب الاولاد. وما شاء الله لها تجارب رائعه جدا، تشارك حاجاتها على صفحتها وتحطها على الصفحه، فعايزين نستفيد بيها ونستفيد بخبراتها في القصه دي. فاستاذن الاستاذ محمد من الدكتور صلاح اتفضل معانا. وبعد كده من ضمن مكتسبات النهارده اللي هنعلنها لاولادنا اللي حضروا معانا النهارده يبقى في ندوه او ورشه عمل للاكتساب الذهني تحت رعايه الدكتور عزت حسن المنتدى الدولي للاكتساب الذهني. طبعا لو هصدر الاولاني المنتدى الدولي للاكتساب الذهني ده حاجه كبيره جدا في مصر حاليا، بيجمع كل البرامج وكل المدربات ومدربين الاكتساب الذهني على مستوى مصر والوطن العربي والعالم. تقريبا كان امبارح اول امبارح كان في مسابقه في امريكا الجنوبيه اونلاين، واولادنا في مصر كانوا مشتركين فيها النهارده. احنا عايزين برضه اولادنا ذوي الهمم يشاركوا معانا في المسابقه بعد ما يتدربوا مع الدكتور عزت حسن والدكتوره صفاء عزت، مش بنته لان شافوا اسماء. وخدنا النهارده برضه ايه مكسب ثالث اهو بعد اسكندريه وبعد زياره مركز الزيتون. شكرا لك دكتور عزت.